نسبة وقوعه على الأراضي العربية او احتمالات وقوع على الاراضي العربيه او صده بالنظم الحديثه المتفوقه جدا، ده الشبكه من الخليج لحد اسرائيل متفوقه جدا، اكثر من احتمال سقوط صاروخ على اسرائيل، وهفترض نظريا انه بينزل صاروخ على اسرائيل، خلاص يعني هو الموضوع انا بقول لك هضرب بالله. بيقولوا هيضربوا المفاعلات هو احنا بنقول لرئيس الاركان يعني الكلام ده هو كمان بيقولوا للداخل اكتر، ويقولوا لنا احنا، علشان احنا زي صدام ضرب 4 صواريخ ولا 6 صواريخ سكوت بي نزلوا ودفع ثمنها الشعب العراقي بعد كده هو بالنظام النو فلاي زون وحزموه بعد موضوع الكويت عشان ال6 صواريخ. العمليه مش كده، انما ايه، انما اسرائيل بتوظف بسرعه وتشدد الاداره الامريكيه، والاداره الامريكيه بدات تتشدد في هذا الامر. انا هضرب بالصواريخ، ما بيقولوش زي ما احنا بنقول، انما مفهوم، وجسر الاستخبارات العامليه مفهوم، واي واحد عنده قدر بسيط جدا من يعني القدره البحثيه في الاسلحه ونظم التسلح في العالم يعرف انها عندها خلطه، خلطه قديمه على جديده، النظام بتاعها، لان لا يجوز باي حال من الاحوال. هرجع تاني للبيئه الداخليه والخارجيه. يا سيد الفاضل، يجب ان تكون قويا داخليا. مش ممكن حتى على مستوى المواطن العادي يبقى عنده مشاكل في بيته وتقول له انا عندي وشبابيكي كلها مفتحه وانزل اعمل مشاكل بره. وده اللي انا عايز اعود فيه. ما ينفعش باي حال من الاحوال، يعني ببساطه كده. ده اللي انا عايز اعود فيه معك استاذ عادل. استاذ عادل، اذا الاغلب اننا امام تصريحات تستهدف الداخل الايراني سواء للتغطيه على الاحداث او لجذب الانتباه الى قضيه خطر خارجي، ف وحده الامه تتحقق تحت الخوف، يعني استخدام سلاح التخويف ضد الخارج وضد الداخل. هل أنت مع هذا التقدير؟ هو هذه التصريحات هي حقيقة قديمها جديد وجديدها قديم. وبات حقيقة تقليدي وما قادر أن يجدد نفسه. ولكن هذه الصواريخ نعم هي صواريخ تريد أن تضرب إسرائيل، لكن تضربها إعلاميا. هي فقط للاستهلاك المحلي في العالم العربي. العالم العربي بشكل عام للأسف الشديد يقتنع بهذا الكلام الهزيل، ولكن يعني الموجود على الأرض وما يجري من خلال تطبيقه، ستجد أن إيران ما قامت فيه في تمزيق الأمة التي يعنيها خامنئي مزق الأمة أكثر ما مزقتها إسرائيل. فلنعمل مقارنة ملموسة، مقارنة ملموسة، فنرى ماذا فعلت إسرائيل بالأمة العربية والأراضي العربية اللي تحتلها. ولا بدعنا من إسرائيل الناس فاهمة. خلينا في موضوع إيران. إيران تحتل الأحواز 9 مرات أكبر من فلسطين. وحتى في إسرائيل يعني الفلسطينيين يدرسون اللغة العربية ويدرسون جامعات، عندهم وسائل إعلام في الأحواز يا سيدي 10 مليون عربي، بين 8 إلى 10 مليون، ليست لديهم في القرن ال21 مجلة تتحدث بلغتهم، ليس لديهم مدرسة عربية واحدة. إذن الأرض لو أخذناها بعين الاعتبار والجزر الإماراتية 3 وامتدادهم لاتجاه شط العرب، ثم مشاركة الأمريكان والصهاينة في تقسيم العراق وتفتيته، ثم الاتجاه إلى الدول الخليج العربي وتفتيت ما جرى في اليمن وما نشاهده اليوم من تمزق في اليمن، وتصريحات نارية في ضمان البحرين من أعلى المسؤولين الإيرانيين، ثم نشاهد ما يجري في فلسطين بأوامر وعمل تفتيت إيراني في بين الفصائل الفلسطينية، وما جرى تصفية المقاومة الوطنية الحقيقية في جنوب لبنان من 1982 إلى هذا اليوم. لا يوجد أين فصائل المقاومة الوطنية التي دعت إلى المقاومة المسلحة ضد إسرائيل في جنوب لبنان؟ هل تقول أستاذ عادل أن هذه التصريحات هي في توجهها المنطقة العربية تقوم بدور التغطية على السياسة الحقيقية لإيران، سواء سميناها استعمارية أو تفتيتية أو فارسية؟ هل القصد هو يعني الضحك على المشاهد العربي كي لا يرى ما يحدث أمامه في هذه الممارسة السياسية التفكيكية للمنطقة؟ هذا جزء نعم، لكن هو على مستوى الاستراتيجي يتفق مع المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، يتوافق ولا يتعارض بتاتا، لا مع الصهاينة ولا مع الأمريكان. يتوافق تماما ولا يتعارض. امال الخناقة دي والكلام اللي احنا سمعناه هذا للتسطيح. الأمريكان عملوا وسائل الإعلام، أنت تعرف أكثر من 80%
من الصورة والوسائل الإعلام تملكها أمريكا. نعم. فكم غطت وحاولت أن تفتت وتسطح العقل بالخصوص على منطقتنا من أكثر من 30 سنة. هذه التصريحات كيسنجر كان في 74 واضح في أن يجعل، كانت له خطاب في 74 على أن سنجعل في كل دولة عربية فلسطين. نعم. موضوع إشغال العرب عن التنمية أو عن التطور على كل الأصعدة هذا هدف استراتيجي غربي. نعم. المشروع الطائفي الذي فشلت فيه إسرائيل في الخمسينات والستينات تنفذه إيران، نجحت إيران فيه. إذن الدور مطلوب من إيران. ولا ننسى أن الاتفاقية الأمنية اللي كانت قبل شهور في العراق بواسطة عراقية وعلى أراضي العراق بين أمريكا وإيران وليست بين أمريكا وإيران. نعم، مطلوب منها دور في أفغانستان. ذهبت بنا إلى ملعب سيادة اللواء. سيادة اللواء، في ختام كل حوارنا هذا ومحورنا الأخير، هل تتصور بالفعل أن الدور الإيراني في المنطقة هو دور متوافق مع المشروع الأمريكي ومتوافق مع إسرائيل؟ وكيف تنظر إلى، يعني دعني أسألك بوضوح، هل فعلا ما يقال هذا حقيقي عن أن إيران تقوم بكل ما ينسب إليها في اليمن وفي مصر عن طريق التنظيم الذي ضبط وفي لبنان؟ ألا يعني هذا أنها صاحبة قوة وقدرة؟ لا، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه. ما لما بنفهمها للناس يقول كده، يقول لك ده بيخونوا ايران وده. لا، هي العمليه مش كده، هي نفس الكلام، بس ايه، هنعيد ترتيبه. هنرتبه ازاي؟ ماذا تريد ايران؟ ما هي الرؤيه، الفيجن، الرؤيه الاستراتيجيه لايران؟ هي بتبص لنفسها، هي عايزه ايه؟ اي دوله من حقها. هي عايزه، بتقول، هي تخشى في البدايه خالص، قصتها كلها بتخشى من ان الشيطان الاكبر اللي هو الولايات المتحده هتغزوه. ده من زمان، يعني الخميني قال هذا الكلام. هي تخشى من امريكا تهاجمها. يعني عندها ده هذا العدم تلتيزه موجود في العقيده. فلما لقت الفرص سنحت باسقاط نظام طالبان وصدام، فجاه كده قالت انا قوه اقليميه. جات لها من انا قوه اقليميه. طيب، القوى الاقليميه، احنا قلنا ان القوى الاقليميه لها مؤهلات حقيقيه اتكلمنا فيها، ان لازم يكون لها ثبات في الداخل، لها قدرات اتصاليه في الاقليم، مفيده للاقليم، مفيده في التنميه، زي الشكل التركي. هي طبعا ما عندهاش تلك المؤهلات. فبدات ايه؟ وعارفه ان هتقعد على الترابيزه في يوم من الايام مع الولايات المتحده ومع اسرائيل. قاعده معاهم. وهو مش هاتي، ما هو مش جاي بجوز بنته، اللي هو اللي كان بيتكلم على اسرائيل ولما بقت باينه، اللي هو نائب الرئيس رحيم مشاء. ما يعني دي شكل من الاشكال. هي بتجهز نفسها تقعد مع الولايات المتحده. طبعا في اي اتفاق في الدنيا لما بنقعد على ترابيزه بيبقى على ايوه ايه، لما بتقول لهم والله انا معايا ملف حماس، ومعايا ملف لبنان، ومعايا ملف اليمن، ومعايا ملف المغرب، وعامل لكم دوشه، وبهدد لكم في البحرين، هتدوني ايه؟ وفي تفكيك كل دول الخليج، والعراق وافغانستان، ما في مشكله في افغانستان. وهتدوني ايه مقابل ايه؟ يعني هنا الكلام، هي بتجري في البرنامج النووي علشان تقول للبرستيج، لان السلاح النووي غير قابل للاستخدام، مش هيستخدم ولا يدافع، حتى بما في ذلك اسرائيل وكلامنا الاسرائيليين. انما ومحدش هيضرب حد، ومسرح الشرق الاوسط ليس مسرحا لا يمكن استخدام القوه خالص، لان اللي هيضرب هيرجع عليه باختصار. اذا هي هتقعد على الترابيزه، هي ده هدفها. انها هتقعد على الترابيزه معاها هذه الاوراق، مع الاسف الشديد. وما يعانيه وما حصل في جنوب لبنان، وما حصل في غزه، وما يحصل في المنطقه العربيه. ولماذا الصمت مثلا على سبيل المثال على الجولان؟ هو الجولان ده ما بيتكلموش، او الجولان ده مش ارض محتله، ده 6 امثال غزه. الحديث والحديث على الاراضي المحتله، زي ما الزميل العزيز عادل تحدث على الاهواز، وبيتكلم على الجزر الاماراتيه، وحتى كلمه الخليج، لو اتقالت كلمه الخليج الفارسي ده، هذا الكلام، كل الكلام ده هي بتلم ورق. ولا بأس من ان هي بتتحدث بتخلق الصوره الذهنيه. عارفه ان الشارع العربي هي صوره ذهنيه طبعا لدى المستمع والمواطن العربي.